ما هي الكراسي، ما زي قال لك مجدي عبد الغني، الكراسي. حسن حمدي بيشتغل في النادي الاهلي من هو عنده 26 سنه. حسن حمدي بيشتغل من اوائل نص السبعينات. بس ناجح يا كابتن مصطفى، ناجح ونص، لكن كفايه. وبعدين انا سامعك بتقول هل لما يمشي حسن حمدي خلاص النادي هيقع؟ مين قال الكلام ده؟ صالح سليم مات. بس المنتجي ربنا يديله الصحه. بس نفس السياسه دخلت، يعني ما حدش يحس ان في فرق في اداره او في سياسه اداره النادي الاهلي ما بين كابتن حسن حمدي وبين الله يرحمه كابتن صالح. بمعنى يعني كل الناس بتقول ان نفس طريقه الاداره، نفس السياسات، نفس طريقه الاداء هي. لا صالح سليم ما اهدرش فلوس النادي الاهلي. صالح سليم كان بيخاف على كل جنيه على النادي الاهلي. مجلس حسن حمدي اهدر مال النادي الاهلي. هو ده الفرق ما بين صالح. لما مانويل جوزيه راح للكابتن صالح قال له انا عايز 2 لعيبه، قال له انا ما عنديش الكلام ده، عندك قطاع الناشئين، عندي احسن ناشئين في مصر، ورفض ان يجيب لعيبه. مجلس اداره حسن حمدي جاب 74 لعيب. فما تقولش حسن حمدي ايوه يا كابتن مصطفى، بس انت بتقارن ما بين عصرين كان الرعايه مختلفه، كان الاقتصاد الرياضي مختلف، كان الفلوس مختلفه. يا كابتن شيتوس انت لعيبتك الناشئين ماليين الانديه ومن احسن اللعيبه اللي في مصر. دي نقطه مختلفين فيها. يعني دي وجهه نظري الشخصيه، لان ابن زي حضرتك كده بالظبط، ابن من ابناء النادي الاهلي. لما تبقى ابن وتحس بيه وتلعب وانت عندك 17 سنه وبتنزل الملعب وصالح سليم لعب هنا ورفعت الفناجيلي والناس تقول الخطيب لعب هنا وعبد العزيز عبد الشافي وصفت عبد الحليم، دي امنيه كل لاعب. العقيده زي الوطنيه بالظبط. لكن انا لا اقلل من اللعيبه ادت وجبنا نجوم كبار. الاعتراض يا شيتوس على انك تجيب 70 لعيب ويمشي 50 55 لعيب. انا مش ضد، ما احنا بنلعب. جه معانا طاهر الشيخ، وجه معانا محسن صالح وجه معانا مختار، وجه معانا محمد عامر، بس على مدار 10 سنين. على مدار 10 سنين شوف اللعيبه اللي جت النادي كام واحد مشي. هو ده الفرق اللي انا بتكلم فيه، الناس مش فاهماه، او الناس اللي حاطه رقبتها ولا رقبتها في الرمل. انا مش ضد ان ابو تريكه ده وبركات انا راهنت عليه، قالك مصاب، قلت لهم بركات هيبقى احسن لعيب في مصر، وما زلت بقول يعني مع احترامي الشديد وعشقي لابو تريكه كلاعب كوره، لكن بركات هو الاساس في النادي الاهلي. بركات كويس النادي الاهلي كويس، بركات مش كويس النادي الاهلي مش كويس. تمام. حتى المذيعين كلهم في كل الماتشات يا بركات ده لا يقلل من ابو تريكه ولا وائل ولا الكلام ده كله. لكن احنا مختلفين في وجهات نظر، كل واحد له وجهه نظر، ولازم نحترم وجهات نظرنا، ولازم نحترم الاختلاف مع بعض. مش ان انا مختلف معاك يبقى انا عدوك زي بتوع الاخوان، لا احكمك يقتلك. لا، نختلف مع بعض، والتاريخ اللي يثبت والحياه اللي تثبت والناس اللي بتفهم هي اللي تثبت اذا كنت انا صح ولا انا غلط، او هم صح ولا هم غلط. طب هل لكن ممكن انا ضد اسمح لي يا وائل، ان مش حسن حمدي لما يمشي النادي الاهلي هيغرق. النادي الاهلي منظومه من سنه 1907 مش من الثمانينات ولا من التسعينات لما صالح سليم مات. دي منظومه رغم ما فيه وما عليه. يا شيتوس، هل يعقل النادي الاهلي في اللجنه بتاعت المحترفين هو يبقى مهمش وتقول لي قيمه النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي؟ الكيان ملوش دعوه بالاسماء يا شيتوس. الكيان هو النادي الاهلي، كلنا تحت الصفر ضد الكيان مع الكيان. الكيان هو اللي هيبقى، زي مصر هي اللي هتبقى، وكلنا رايحين. فمش عايز اربط الكيان بالاسماء يا شيتوس. العمالقه اللي اداروا النادي الاهلي على مدار بشوات وبهوات. احنا على ايامنا احنا واحنا بنلعب لما كنت تخش على مجلس الاداره كانت رجليك تخبط في بعض، كنت تقعد قدام امين شعير ما تفتحش بقك تضرب تعظيم سلام. ناس احنا اتعلمنا منهم حبنا وعشقنا للنادي الاهلي. الوضع مختلف تماما في عصر حسن حمدي. بس لكن انجازات على اعلى مستوى ما حصلش في تاريخ النادي الاهلي، لا انكر هذا. لكن لازم نسلم الرايه، لازم نعمل زي مشكله الدوله بالظبط. ما فيش صف تاني، ما فيش صف. اللي بيديروا الدوله واحد عنده 88 سنه واللي عنده 90 سنه واللي عنده 75 سنه. فين الشباب؟ فين الشباب في الانديه وفين الشباب في الوزارات؟ يا اخي روح كده دبي ولا الامارات، شوف اللي بيقود البلد مين. ايوه بس الناس دي عندها صبر يا كابتن. الناس احنا هنا ما عندناش صبر. يعني لما يبقى عندك شاب طبيعي انه يبدا في بدايه حياته الاداريه يغلط، يتعلم، ياخد خبرات، هتلاقي سكاكين نازله عليه. لما تاخد حد وتعلمه وتربيه ويبقى ياخد خبره الكبار، هو ده زي بالظبط زي تيم الكوره يا وائل. في الشباب
وفي الناس الخبره وفي الناس المتوسطين. لما زي ما احنا ما لعبنا، انا لعبت ضد الكابتن حسن مع الكابتن حسن والكابتن هاني مصطفى وشريف مذكور وصلاح حسني، اتعلمنا من الناس ديت. ولما احنا كبرنا بقى طلع محمود صالح وطلع ربيع ومجدي عبد الغني ومدحت والكلام ده كله. فلازم الجيل يسلم جيل. الدنيا مش هتقفل على النادي الاهلي دول ولا نادي الزمالك ولا نادي الاسماعيلي. الانديه مليئه. انت بتتكلم على اكبر نادي في الشرق الاوسط طبعا، ولاده كتير، ولاده بالعبيط. اخيرا كابتن مصطفى، هتنتخب كابتن مجدي عبد الغني في الرئاسه؟ لا، الرئاسه انا مع محمود طاهر قلبا وقالبا، وانا شايف ان محمود طاهر هو الاصلح الفتره اللي جايه لاداره النادي الاهلي. مجدي عبد الغني قيمه كبيره جدا زي مصطفى عبده الزملاء الاعزاء، لكن انا شايف من وجهه نظري ان محمود طاهر هو الافضل الفتره اللي جايه. راجل محترم، راجل صاحب شخصيه، راجل اداري 10/10، راجل اشتغل في النادي الاهلي وكان قبل بلاء حسن مع الكابتن صالح الله يرحمه، لكن ولاد الحلال هم اللي عملوا الفورتينا وطيروه زي ما طيروا حسام بدراوي وزي ما طيروا يتيم منصور كالعاده يعني عشان الساحه تفضلهم يعني. لكن احنا عندنا ناس على اعلى مستوى. ولو دورت عندنا لواءات وعندنا دكاتره وعندنا مهندسين، بس والنبي بلاش المهندسين دول وخاصه بتوع المعمار وبتاع دوت. كفايه بقى على النادي الاهلي كده. تمام، بشكرك جدا كابتن مصطفى.